باش نكون صريح معك وحتى انت تكون صريح مع نفسك، راه صعيب بزاف تلقى شي راجل هذا الوقت هذا واللي هو راجل بشلاغم كما كيقولوا يعمل هذا الفعل هذا اللي عمله هذا الرجل الصالح، هذا الرجل ديال الله سبحانه وتعالى كما كيقولوا الراجل ديال الله. واسمع هذه القصه هذه وتخيل ودير نفسك في بلاصه هذا الانسان هذا، واش كنتي غادي تعمل هذه الخطوه هذه او كنتي غادي تمشي مع السائرين كما كيقولوا؟ اسمع القصه مزيان وشارك في القناه وفعل زر الجرس وعمل شي تعليق وقلنا الراي ديالك، قلنا واش انت كنتي قادر انك تعمل راسك في البلاصه ديال هذا الانسان هذا او تعمل داك الشيء اللي عمل. هذا الانسان هذا كيتسمى ابو بكر المسكي بن عبد الله. هذا الرجل هذا كان من اولياء الله الصالحين، كان واحد الانسان اللي ما باغي في الحياه حتى شي حاجه، كان زاهد في الحياه يعني بصفه نهائيه، ما عندوش مع ديك الفلوس النساء كذا هذيك المسائل ديال الدنيا، عنده غير تخربيق. هذا الانسان هذا كيهتم بالعلم وكذلك فعل الخير. فعل الخير كان هذا الانسان هذا معروف بفعل الخير، وكان من الزاهدين الصالحين الذاكرين الله سبحانه وتعالى، وكان معروف على انه ما كيلتفتش للنساء بصفه نهائيه. كان في الزمان ديال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا الانسان هذا ملي الخبر ديالو انتشر باللي هو ما كيلتفتش للنساء وحتى شي امراه ما تقدر تغويه ابدا. واحد المراه كانت من اجمل النساء هذيك المدينه، انه غادي يجي لها بالها غادي تقول مع راسها انا غادي نزيغ هذا الانسان هذا، واخا هو كيقول انه انسان يعني نزيه وما كيقربش النساء الى اخره، يوقع في الفاحشه بالله لا يطري. وشوف شنو عمل هذا الانسان هذا، كان دايز في واحد الزقاق يعني واحد المسجد والطريق ديالو كيدوز من تما. فهذيك المراه يعني ملي حست به هو ماجي، يمكن شافته من واحد البلاصه، ففتحت الباب وقالت له يا عبد الله اجي اعتق شي مسائل عندها في الدار. وهو ما بغاش في البدايه يعني خاف على راسه، ولكن هي قالت له اعتق هذا الشيء هذا اللي قالت له المساله ما بين الموت والحياه، يعني فاختر لله ما تشاء. هذا الراجل هذا كتعرفوا انه كيعمل الخير، يعني ما غاديش يقدر يرد المسائل في هذه. يعني ملي هو دخل للدار وهي تسد عليه الباب، وقالت له ودابا شوف يا اما تمارس معايا ودير داك الشيء اللي بغيت، هو انني نغوت ونقول انك يعني كنتي بغيتي تستعمل معايا داك الشيء عنفا وعمدا. يعني حطاته في واحد الموقف اللي هو خايب بزاف، واي واحد اللي غادي يلقى راسو في هذاك الموقف هذاك، خصوصا يعني ماشي مع امراه عاديه، امراه يعني عندها فلوس وعندها زين وعندها بزاف ديال الامور، ماشي كتعتبر امراه يعني خايبه ولا شي حاجه، راه امراه من اجمل النساء ديك الوقت هذاك. فلقى نفسه ما بين المطرقتين كما كيقولوا. هو يفكر يقول دابا حصل اشنو غندير؟ كيقول له ودي اتقي الله ويوم القيامه داك الشيء هذاك والو ما كيدخل لا من هنا كيخرج لا من هنا. هي حالفه تطيح في الفاحشه باش يعني طلع على واحد القيمه انها استطاعت تطيح واحد الراجل اللي كيعتبر من اعظم الرجال يعني ومن ازهد الناس في الدنيا وفي النساء. تخيل شي حد فينا يوقع له هذا الموقف هذا، مني وجبت واكون اول حاجه غادي يقول وفرصه كتجي مره في العام وغادي يضرب الحديد ما عندو سخون. ولكن هذا ابو بكر وما ادراك ما ابو بكر، كان رجل صالح الصراحه. كيفكر شنو غادي يدير؟ هو طيح عليه واحد الفكره، قال هذيك السيده شوف دابا انت المقام ديالك عالي وخصك تعطيني واحد اللحظه نمشي يعني نبيت الخلاء وندوش ونبدل حالتي باش نكون قاد المقام ديالك. قالت له صافي، قالت الجاريه ديالها وري له البلاصه فين يبدل الحاله ديالو ويسكسب. ملي مشى للحمام تخيلوا شنو غادي يدير، غادي يشبر هذاك الغائط عزكم الله وغادي يوسخ به راسو كامل، يعني سفاه على علاه ما غادي يبقى حتى شي بلاصه ما ادهاش بهذاك الغائط اعزكم الله. وغادي يخرج عليها، ملي خرج عليها شافت فيه وتصدمات، قالت له الله على حال الله، قالت له خرج عليا ما نبقاش نشوف وجهك ابدا. وفتحت له الباب وخرج ابو بكر كيجري في الزناقي. والدراري ملي شافوه بهذيك الحاله ووجهه كذا حتى شي حد ما عقل عليه، وكيجروا عليه وضربوا عليه بالحجار وصل للدار. بدل الحاله ديالو وغسل ونعس هو كيبكي. فملي يعني في الليل ملي كان ناعس هو يشوف واحد الرؤيه، جاه واحد الصوت كيقول ليه ساجعل ريحك طيبا في الدنيا والاخره. وهو يفيق، ملي فاق يعني شم واحد الريحه في الجسد ديالو طيبه بحال الريحه ديال المسك. فمن هذاك الوقت ملي خرج يعني في اي بلاصه كيوصل ليها كيشموا الناس هذيك الريحه طيبه، يقولوا يا ابو بكر من اين لك هذا العطر، يعني كيف جبتي هذه الرائحه؟ ولا من عند الله سبحانه وتعالى الريحه ديال المسك. فمن هذاك الوقت سموه المسكي، يعني
المسك، ابو بكر المسكي. تخيل ان هذا الموقف هذا او هذا الراجل هذا من اللي مات حتى من اللي جاو يعني يغسلوه لقاو فيه واحد الريحه كتخرج منه يعني طيبه بزاف ديال المسك، وبقات السميه ديالو من هذاك الوقت ابو بكر المسكي رضي الله عنهم اجمعين. فمن هذه المساله هذه كنشوفوا ان الله سبحانه وتعالى ملي كتنازل على شي مساله اللي هي ما كترضهش او كتغضب الله سبحانه وتعالى كيعوضك، كما قال الله سبحانه وتعالى: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شارك هذا القصه مع الناس اللي عزاز عليك باش حتى انت تدي الاجر والثواب. خلي التعليق، قول فيه الراي ديالك او شي قصه بغيتي تشاركها معنا او بغيتي نحكيوها فيديو باش نستفدوا منه جميعا.